يا مساء الجمال، تخيل تصحى الصبح تلاقي نفسك ورثت، وانت طبعا مفكر انها كده زهزهت معاك. ما تعرفش ان الورث ده هيبقى اللعنه اللي هتدمر حياتك. ما تنساش اللايك ويلا نبدا. حكايتنا بدات مع يحيى البحيري، شاب واخد الدنيا بصدره ومقضيها شرب وحشيش، وكل شويه يترفد من شركه شكل، مره يضرب المدير بتاعه ومره يشتم زمايله، بمعنى اصح ضرب الدنيا صارمه. على عكس سليم البحيري ابن عمه اللي بيشتغل مطور العاب ومموت نفسه في الشغل هو واصحابه عشان يعملوا لعبة اسمها حرب الشوارع، بس كل أصحاب الشركات شايفينها لعبة مملة ومحدش هيلعبها. واللي عايزك تعرفه إن يحيى وسليم من صغرهم ما بيطقوش بعض، وما يقعدوش هما الاتنين في مكان إلا لما يمسكوا في خناق بعض. المهم في يوم سليم جاله تليفون من واحد اسمه سليمان المحامي، وقالك إنه عايز يشوفه ضروري. ولما صاحبنا راح هناك اتفاجئ بيحيى في نفس المكان. ساعتها سألوا المحامي هي ايه الحكاية بالظبط، فطلع يا سيدي الاتنين ليهم عم اسمه محمود البحيري ومات في حادثة عربية، والمفروض إن الاتنين يزعلوا عليه. بس اللي حصل ان يحيى اول ما سمع انه مات متفرتك في حادثه قالك الحمد لله، انا كنت مفكره مات موته طبيعيه، ولو انت عايزنا ناخد حقه من اللي قتله فاحنا المفروض نبعت له جواب شكر، ولو عايزنا عشان ندفنه فانسى مش هيحصل. اصل عمهم ده كان راجل رمه وما كانش بيعبرهم زمان. ولسه الاتنين هيمشوا راح المحامي فاجئهم وقالك عمكم ساب لكم ورث، فتسمروا مكانهم اللي هو ازاي يعني. وقتها سليمان كمل كلامه وقالك ان عمكم جالي قبل ما يموت باسبوعين وساب لي الوصيه بتاعته وقال لي اسلمها لكم بعد ما يموت، وخليك فاكر حكايه اسبوعين دي عشان هفاجئك في الاخر. المهم الاتنين بعد ما فتحوا الوصيه لقوا فيها الكلام ده، ولان محمود الله يرحمه كان راجل غتت فكتب لهم بص يا ابني انت وهو، انا سايب لكم خزنه في البنك الاهلي هتتفتح ببطايقكم انتوا الاتنين، هتلاقوا فيها 15 مليون جنيه، والكلام ده معناه ان كل مشاكلهم اتحلت. فسليم راح لغدا حبيبته وطلب منها تحدد له ميعاد مع باباها عشان يجي يخطبها، وقال لك انه هيعزمهم في الفور سيزون. اقل حاجه بقى ما الراجل كلها كام ساعه وهيبقى مليونير. ويحيى راح الشغل وعطى المدير بتاعه من المنقي يا خيار واستقال من الشغل. وتاني يوم الاتنين راحوا البنك وفتحوا الخزنه، بس المفاجاه انهم ما لقوش فلوس ولقوا مفتاحين وجواب مكتوب فيه برضو بص يا ابني هتروح على العنوان ده هتلاقي جراج مركون فيه عربيه موبيليا، حرك العفش هتلاقي الفلوس تحت. فالاتنين ما كدبوش خبر وراحوا على العنوان على طول وفتحوا الجراج بواحد من المفتاحين ولقوا عربيه الموبيليا والعفش جواها، فقعدوا يحركوا في العفش يمين وشمال لحد ما لقوا صناديق غريبه ورا العفش وكانوا مفكرين الفلوس جواها، بس المفاجاه انهم لقوا الصناديق مليانه حشيش. معنى الكلام ده ان الفلوس اللي سابها لهم عمهم على هيئه مخدرات. فيحيى وسليم رجعوا كل حاجه مكانها واخدوا بعضهم ومشيوا، وطبعا كل واحد فيهم عك الدنيا. فيحيى راح يطيب خاطر المدير بتاعه بكلمتين بس من غير فايده، اما سليم فكانت وقعته وقعه عشان لما راح يقابل غدا واهلها في الفور سيزون مش بس هيدفع كل اللي معاه في العزومه دي، لا ده كمان بابا غدا طلع لواء في مكافحه المخدرات. واول ما صاحبنا سمع الكلام ده بطنه ثابت وراح على الحمام. ساعتها سياده اللواء راح وراه وقال له بص يا ابني انا مش مرتاح لك، بس للاسف بنتي بتحبك، فلو سمعت في يوم انك مزعلها هنفخك. ساعتها سليم قال لك امال لو عرف النصيبه اللي انا ورثتها هيعمل فيا ايه؟ والنصايب بدات ترف على دماغه زياده. لما روح لقى اصحابه اللي قاعد معاهم في الشقه لموا حاجته وطردوه منها عشان ما بيدفعش معاهم الايجار، فاضطر ينام في العربيه لان العزومه ما خلتش معاه ولا مليم. وتاني يوم سليم ويحيى اتقابلوا عشان يشوفوا هيعملوا ايه في النصيبه اللي معاهم. فيحيى قال لك مفيش بضاعه ما بتتباعش، احنا نبيع المخدرات وكل واحد ياخد نصيبه. فالتاني قال له انت عبيط يا ابني، على اخر الزمن هنبيع حشيش. وبعد كلام كتير سليم ملقاش قدامه غير الحل ده، لان غاده حبيبه القلب هتطير من ايده لو ما عملش كده. والاتنين اتفقوا انهم يسموا الحشيش سيكو سيكو عشان ما حدش يفهم هما بيتكلموا عن ايه. بعدها يحيى اخد سليم وراح للتاكس، وده الديلر اللي يحيى بيشتري منه المخدرات. فالتاني قال لهم انا عندي اللي يصرفها، بس الاول لازم نعرف هما كام فرش عشان نعرف نحسب الحسبه. فاخدوا بعضهم على المخزن اياه واخدوا العربيه بالبضاعه واجروا مخزن جنب بيت يحيى عشان يحسبوا فيه تمن الحاجه، واللي الفرش فيها ب 18000. وبعد ما حسبوها لقوا ان تمن البضاعه 17 مليون جنيه، وكده ما فاضلش غير التسليم تاني يوم. فيحيى عزم على سليم يبات عنده بدل لومة العربية. واول ما دخلوا الشقة سليم لقاه عايش في زريبة بتطل على كوبري صفة اللبن. وتاني يوم الاتنين ومعاهم التاكسي راحوا للتاجر اللي هيشتري البضاعة، وبعد كلام كتير التاجر شاف البضاعة واتفقوا على السعر، ولسه هيخلصوا الصفقة ضرب النار اشتغل من كل حتة. ولاجل حظهم الاسود في تاجر مخدرات تاني بينه وبين اخينا ده مشاكل، والاتنين هربوا من ضرب النار هما والتاكسي بطلوع الروح.
والدنيا سودت في وشهم تاني. ساعتها جت في دماغ سليم فكرة عبقرية، وهي انهم يستخدموا اللعبة بتاعته عشان يوزعوا بيها المخدرات اونلاين. بص يا سيدي الحكاية ازاي. المعلم قالك انهم هيستخدموا ايبيهات للعبة من بره مصر، والمستخدمين هيطلبوا البضاعة ويدفعوا اونلاين، وهيبقى في طيارين بموتوسيكلات هم اللي هيوصلوا الحشيش لأقرب مكان من العميل، وهيصوروها له هناك عشان ياخدها، وكده محدش هيشوفهم ولا هم يشوفوا حد. ولو الشرطة عرفت حكاية اللعبة مش هيعرفوا يوصلوا لها، وكبرهم قوي هيقفلوها. ساعتها نكون بعنا البضاعة بأكتر من 30 مليون جنيه، وكمان الفلوس هتتحول من بره مصر بعملات رقمية مشفرة محدش يقدر يوصل لها وتدخل مصر بطريقة مشروعة. وكده ما كانش فاضل لهم غير مكان يبقى مقر للعبة وتقطيع البضاعة ورجالة عشان تشتغل معاهم. في الوقت ده صاحبة الشركة اللي كان يحيى بيشتغل فيها رفضت المدير، فصاحبنا استغل الفرصة وقال لها ان المدير رفضه من الشركة عشان اكتشف انه بيلعب في ورق الحسابات عشان يرجع هو الشغل تاني. لا ده كمان بلى في البنت بكلمتين حلوين، وبقت الشركة كلها تحت ايده يعين براحته اللي هو عايزه. ولأنها أصلا شركة شحن فهتبقى المقر المثالي للعبة، وهيستخدموا المخازن بتاعتها لتقطيع البضاعة، والأجهزة عشان يتابعوا الطلبات، والموتوسيكلات هي اللي هتوصل البضاعة. وكده مشكلة المخزن اتحلت. وبالنسبة للرجالة فالتاكس حلها لهم، وجاب لهم شوية رجالة وسواقين موتوسيكلات من اللي قلبك يحبهم، واللي هيقطع البضاعة طنط وتيتا اللي بيلفوا المحشي دول اللي هم مامة التاكس وخالته. وبالليل جمعوا التيم واتفقوا انهم هيبدأوا شغلهم بعد ما الموظفين بتوع الشركة يروحوا، وسليم جاب اصحابه اياهم عشان يساعدوه في تشغيل لعبة السيكو سيكو. وبعد كام يوم الاوردرات بدأت تنزل عليهم زي الرز، تقولش الشعب كله بيتكيف، وفي خلال كام يوم عملوا ملايين. لكن الحكاية مش هتعدي بالساهل. ليه؟ اقولك. اولا مباحث الانترنت خدت خبر بالموضوع، واللي كان ماسك القضية اللي هو مراد بابا غادة. وتاني حاجة البضاعة انتشرت في السوق، وبدأت تخلي تجار المخدرات يدوروا ورا الموضوع، لحد ما الديلر اللي شبه عصام كاريكا ده عرف ان البضاعة اللي بتتباع بتاعت محمود البحيري، فراح لسليمان المحامي، ومع اول قفا قال له على اسامي سليم ويحيى، فاخد بعضه هو والرجالة وراحوا على هناك. وده اللي خلى الاتنين اترعبوا ولموا الفلوس في شنط وفلق يا جدع، بس في الاخر اتمسكوا والفلوس كمان راحت. وبعد ما العصابة خطفوهم كانت هتعملهم كبسة العيد، لحد ما ظهر حاتم حرفوش البيج بوس بتاع تجار المخدرات في مصر، وقال لك ان البضاعة اللي كانوا اصحابنا بيبيعوها وكان مديها لمحمود عمهم عشان يبيعها له قبل ما يموت باسبوع، وهددهم يا اما يشتغلوا معاه بنفس الطريقه ويكسبوا 100 مليون، يا اما هيعملهم زبادي خلاط. فما لقوش قدامهم غير انه يكملوا معاه شغل، وطلبوا منه يجيب لهم مخزن ورجاله زياده عشان يشتغلوا براحتهم. في نفس الوقت الشرطه كانت مراقبه كل حاجه، وصورت اصحابنا وهم بيتفقوا مع حرفوش. ولما اللواء مراد شاف الصور قبض على سليم وهدده يا اما يشتغل معاه مرشد عشان يقبضوا على حاتم متلبس، يا اما مش هيشوف الاسفلت تاني. والتركايه ان لازم واحد من الاتنين سليم او يحيى هو اللي يشيل القضيه، والتاني يبقى مجرد شاهد. وتاني يوم حاتم حرفوش حضر لهم المخزن والبضاعه. وقتها سليم بعت رساله للشرطه وخلع من المخزن قبل الكبسه، ولما ضرب النار اشتغل يحيى هو كمان نفد بجلده قبل ما الشرطه تمسكه. لكن حاتم حرفوش لحقه وكان هيضربه بالنار بعد ما عرف ان هو اللي بلغ عنه، وهوب سليم يعمل حتة أمريكاني وينقذ ابن عمه من الموت. ولبسوا الاتنين سوا مع بعض 3 سنين في السجن. وبعد ما الاتنين قضوا مدة العقوبة وخرجوا، يحيى راح يقدم على وظيفة تاني في الشركة. ساعتها قعد يراجع اللي حصل لهم من أول ما لقوا الوصية، وافتكر إن كان مكتوب فيها حركوا العفش، لكن هم لقوا الصناديق ورا العفش مش تحته. فراح جري لسليم وقال له احنا لما رحنا للمحامي قال لنا ان عمك كتب الوصيه قبل ما يموت باسبوعين، بس هو اخذ البضاعه من حاتم قبل ما يموت باسبوع، وكمان هو قال لنا حركوا العفش مش الورث ورا العفش. معنى الكلام ده ان الورث ما كانش مخدرات، لا ده بالفعل 15 مليون موجودين تحت عربيه العفش، واللي بيفتح الباب اللي فيه الفلوس هو المفتاح التاني. وفي النهايه ولاد العم لقوا الفلوس بعد ما حياتهم اتدمرت. وكده تخلص حكايتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي أول كومنت. باي.